السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناتكم نبض المجتمع مع هند. إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. أحيانا أغلى هدية ما تكونش صندوق أو ظرف فيه مال، بل كلمة صادقة تخرج من قلب أبيض. في زمن كثرت فيه المظاهر مازال بينا ناس عايشة يثبتوا أن المشاعر الصافية ما تشترش بالثمن. اليوم قصتنا مع هذا العريس الجزائري والجار نتاعو وجارو اللي قدم له أغلى هدية في حياته رغم أنه ما كان يملك حتى شيء مادي. قبل ما ندخل في صلب الموضوع نتمنى منكم رجاء فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس بيصلكم كل جديد، ولا إعجاب على الفيديو فضلا وليس أمرا. في يوم زفاف هذا العريس كان يستقبل في التهاني والهدايا كالعادة وكي أي واحد عريس جزائري في يوم زفافه، لكن أكثر ما لمس القلب نتاعو ما كانش خاتم تاع ذهب ولا مبلغ مالي ولا إعانة يعني، بل رسالة قصيرة جاتو من جارو، رسالة نقول عليها مؤثرة، رسالة بسيطة من القلب إلى القلب. واش كتب فيها هذا الجار؟ أولا قالو كل شي مبروك عليكم وربي يهنيكم، سامحني يا جاري مانيش خدام باش نعاونك. كلمات بسيطة لكنها كانت مليانة بالصدق والمحبة، جعلت هذاك العريس يرد قائلا أجمل هدية وصلتني في عرسي، ربي يحفظك ويرزقك يا جاري. وعندما يكون القلب أبيض نتهمش الهدية، يعني قصة تثبت أن الماديات تروح وتجي، لكن أثر الكلمة الطيبة يبقى مغروس في القلب مدى الحياة. سؤال مهم حبيت نطرحه عليكم، أنت لو كنت مكان هذا العريس هل تعتبر هذه الرسالة أجمل هدية في حياتك، أم أن الهدية الحقيقية بالنسبة لك شيء آخر؟ شاركوني آراءكم في التعليقات، وما تنسوش دوما تبقوا داعمين للاستمرارية، يعني تضغطوا على الاشتراك، تفعلوا الجرس بيوصلكم أي جديدنا، والإعجاب على الفيديو فضلا وليس أمرا. نشكركم جزيل الشكر حسن الإصغاء والمتابعة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، تهلاو لي في ربحكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.